السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا دايمًا بخير. الفيديو النهارده مليان أفكار حلوة جدًا وكمان عملية أوي، وعلى فكرة هتكون كلها جديدة. أول فكرة بقى عندنا النهارده هنستخدم فيها كده أي علبة زي اللي معايا دي. بُص بقى، علبة صلصة ممكن، علبة لبن ممكن، أي علبة شبيهة هتنفع جدًا. وبعد كده هاستخدم بقى الخيط اللي إحنا شايفينه مع بعض ده، وممكن طبعًا نستخدم أي بديل تاني، خيط مكرمية هينفع، حبل خيش هينفع، أي حاجة متوفرة هتنفع جدًا ما فيش مشكلة خالص. هابتدي بقى إن أنا أثبتها كلها بالطريقة دي زي ما إحنا شايفين مع بعض. وعلى فكرة بنحط بس كده في الأول شمع، وبعد كده بنلف لحد ما نوصل للنهاية، وبرضه بنكمل كده بنقطة شمع بسيطة أوي داير ما يدور. هاجي بقى من تحت هنا وهابتدي إن أنا أثبت اللون الخشبي ده، هيكون حلو جدًا وهيكون لايق جدًا طبعًا على الألوان بتاعتنا. حطوا لايك جميل بقى زيكم كده لو أنتم وصلتوا معايا لحد هنا، واكتبوا لي كده في التعليقات بتتابعوني من أي بلد. هابتدي بقى إن أنا أثبت كده واحدة جنب واحدة بالطريقة دي، ممكن طبعًا نثبتها كده بالعرض أو بالطول ما فيش مشكلة، الرسمة اللي أنتِ تحبي إنِك ترسميها ارسميها. وهابتدي بقى إن أنا أعملها كده كلها من تحت طبعًا جنب بعضها. طيب ممكن نحط أي لولي تاني إذا كان مثلًا اللون الأبيض أو حاجة، ممكن طبعًا نحطه هيدينا برضه نتيجة حلوة ما فيش مشكلة، كده اللولي بيكون شكله حلو جدًا في الأفكار بتاعتنا. هنا أنا بقى زي ما قُلت لكم، حبيتِ تحطيها بالعرض حطيها، حبيتِ تحطيها بالطول حطيها. فحسيت بصراحة بقى كده إنها تدينا شكل أحلى بكتير بالطريقة دي. ما حبيتش خالص إن أنا أحذف الجزء ده، لأ أنا شِلتها وحطيتها تاني بالشكل التاني زي ما إحنا شايفين، واللي أنتِ بقى حابة تستخدميها بيه استخدميها. تحسوا فعلًا إن هي هتفرق جدًا بالطريقة دي. وبعد كده هاطلع فوق ونفس الفكرة برضه، هابتدي إن أنا أحط طبعًا اللولي بتاعي بنفس الطريقة، زي ما عملنا تحت هنطلع فوق وبرضه هنكمل اللولي بتاعنا. أي حاجة باستخدمها بنجيبها من عند أي محل بتاع أدوات خياطة، بتبقى رخيصة مش غالية ولا أي حاجة، وكل دي كماليات. حبيتِ بقى تشتري كده بالمتر أو حتى كمان بالكيلو براحتك خالص. أنا حبيت بقى إن أنا أضيف كده حبل الخيش بتاعي زي ما إحنا شايفين، فهابتدي إن أنا أضيفه كده ناحية فوق بالشكل ده، هيدينا شكل حلو جدًا وكمان هيحددها لي أكتر وأكتر بالشكل اللي إحنا شايفينه مع بعض. على فكرة أنا مبطئة الفيديو لأن متابعين كتير جدًا بيكتبوا لي بطئي الفيديو شوية، وفي ناس برضه بتكتب لي سرّعي الفيديو شوية، بس بصراحة الأغلبية بيكتبوا إن أنا أبطّأ الفيديو بتاعي. ثبّت الحبل كده ناحية تحت، وبرضه هاطلع فوق كده وهاثبّت جزئين فوق زي ما إحنا شايفين، فوق خالص وفوق برضه من ناحية تحت شوية. بُصّوا بقى الإضافة دي حبيتوا تضيفوها ضيفوها، ما حبيتوش مش مشكلة خالص. أنا حبيت بس كده إن أنا أحط حاجة دهبي، وممكن طبعًا نسيبها كده ما فيش مشكلة، هيكون شكلها حلو جدًا. زي ما متعودين مع بعض أنا بادّيكِ الفكرة، أمّا بقى التنفيذ ده ممكن طبعًا تنفذيها بطرق كتيرة جدًا وبأشكال مختلفة أوي. هنيجي من تحت هنا وهابتدي برضه إن أنا أثبت اللون الخشبي بتاعنا عشان طبعًا أرفعها شوية، وطبعًا الحركة دي بتوديها في حتة تانية خالص. وتعالوا بقى نشوف كده النتيجة بتاعتنا. هاستخدمها بقى كده كمنظم بالطريقة دي لجميع الأغراض، ممكن طبعًا نحط فيها أي حاجة إحنا حابينها، فكرتها بسيطة وكمان شكلها حلو ومختلف أوي. حطي بقى كده فيها أدوات الميك اب أو حتى كمان حطيها في الحمام وحطي فيها فرش الأسنان، وكمان المعجونة هتكون حلوة أوي. حطوا كده لايك جميل للفكرة اللي فاتت، يلا بينا بقى نروح على الفكرة اللي بعد كده. طيب الفكرة اللي بعد كده بقى هننفذها إزاي أو هنعملها بإيه؟ بُص بقى يا ست الكل، أكيد كده أنت عندك برطمان زي اللي معايا ده، أو حتى كمان أي برطمان مش لازم خالص يكون شبيه للي معايا. أجيب لون أخضر وفرشة من فرش الميك اب القديمة بتاعتنا، وهابتدي إن أنا أعمل نتوش بسيطة جدًا بالشكل ده، بشكل عشوائي كده من ناحية تحت، وبعد كده نطلع فوق لحد ما نوصل طبعًا للنتيجة اللي إحنا محتاجينها، وهي دي هتكون النتيجة بتاعتنا. وبعد كده هاجيب برضه لون أحمر وهابتدي إن أنا أرسم أي رسمة أنا حاباها زي ما إحنا شايفين، وممكن طبعًا تغيّري الألوان براحتك خالص. اعملي الشكل اللي أنا عملته ده أو الوردة اللي أنا عملتها دي بينك، لون أزرق، أي حاجة هتديكِ برضه نتيجة حلوة جدًا. هابتدي أنا أعمل كده كذا واحدة في جميع الاتجاهات زي ما إحنا شايفين مع بعض بشكل كده عشوائي، لأن أكيد مش كل الوردات بتكون طبعًا طول ولا مقاس واحد. هاعمل طبعًا في الأجزاء اللي محتاجة كلها إن أنا أحط فيها اللون الأحمر بتاعنا ده كلها، وبعد كده بقى كل اللي إحنا هنعمله إن هنجيب لون تاني، وممكن جدًا نستخدمه أصفر، أبيض، براحتنا بقى. أنا حبيت إن أنا أستخدمه أصفر، هابتدي بس إن أنا أحط نقطة بسيطة كده جدًا في النُص بالطريقة دي، هتدينا بقى شكل أحلى بكتير، وممكن طبعًا نسيبها كده، بس اللون الأصفر هيديها شكل زي ما إحنا شايفين مع بعض حلو أوي. فكرتها بسيطة وكمان حلوة أوي ولذيذة جدًا، وزي ما إحنا شايفين مع بعض خلصت كده في ثواني، ولا خدت منِّك وقت بقى ولا مجهود ولا أي حاجة. طيب هتسيبيها على كده، ممكن بقى نضيف لها إضافة بسيطة جدًا، وكمان هتكون برضه مش مكلفة خالص وسهلة أوي. هنجيب بقى كده خيط مكرمية أو حبل خيش أو أي حاجة تانية بديلة، وهابتدي إن أنا أثبتها كده من ناحية فوق. هتداري لي بقى الجزء بتاع البرطمان ده، أنا مش حابة خالص إن أنا أسيبه كده، مع إن على فكرة في حاجات كتير بتتباع وبتكون بالشكل اللي معانا ده. أثبت بقى الحبل بتاعي كده من ناحية فوق بالطريقة دي زي ما إحنا شايفين مع بعض، هتفرق كتير جدًا وهتديها شكل حلو أوي. زي ما إحنا شايفين ده هيكون بقى الشكل بتاعنا كده من فوق، وبعد كده هابتدي إن أنا ألِف كده كذا لفة لحد ما نوصل برضه للجزء أو المساحة بقى اللي إحنا محتاجينها.
الفكرة دي زي ما قلت لكم تنفع في أي برطمان، إذا كان بقى كده طويل صغير قصير مفيش مشكلة. ودي بقى هتكون نتيجة فكرتها حلوة جدا وكمان بسيطة وشكلها حلو قوي زي ما احنا شايفين مع بعض. طيب هنستخدمها في ايه؟ هنستخدمها بقى برضو كده منظم لجميع الأغراض، هنحط فيها أي حاجة احنا حابينها. ممكن طبعا نغير الالوان براحتنا خالص، والموضوع ده هيكون في ايدينا جدا. حطوا بقى كده لايك جميل للفكره دي، ويلا بينا بقى ندخل كده بايدينا اليمين على الفكره اللي بعد كده، وهنستخدم فيها برضو كده اي برطمان متوفر عندي. هجيب البرطمان بتاعنا الحلو ده وهبتدي انا احط فيه شمع كده بالشكل ده، وبعد كده اي رجل بنطلون كده تكون صغيره شويه، وهندخلها في البرطمان بتاعنا بالطريقه دي. استخدمت مقص لان كده كده انا حاطه شمع، فاكيد طبعا مش هحط ايدي، يعني انا مش مستغنيه عن ايدي. وبعد كده هبتدي ان انا اثبت بقى الجزء بتاعنا بالطريقه دي، وهشده كده من ناحيه تحت، وبعد كده هبتدي ان انا اثبت الجزء برضو اللي هيكون الناحيه التانية. طيب بعد ما خلاص بقى ثبتناها كده والدنيا كلها تمام، هنعمل ايه؟ بصوا بقى، هنجيب جزء تاني برضو كده من نفس القماشه بتاعتنا، وعلى فكره ممكن جدا نستخدم لون تاني، بس طبعا لازم تكون الالوان كده متناسقه مع بعضها، وكده كده اي لون بيليق على الجنس جدا، فما نقلقش خالص. حطيتي بقى احمر هيبقى حلو، حطيتي ابيض هيبقى حلو، حطيتي نفس القماشه مش هيقولك لا. وهاجي بقى كده من ناحية فوق وهثبتها كده، وبالزيادة بتاعتنا بقى هبتدي ان انا امشي عليها كده بالمقص بتاعي، وزي ما احنا شايفين مع بعض دي بقى هتكون النتيجة. لو انت وصلت معايا بقى لحد هنا اوعي كده تكوني نسيت حطيتي اللايك، لان طبعا اللايك بيشجعني ان انا انزل افكار كتيرة جدا بعد كده. من فوق هنا حبيت ان انا استخدم الشريط ده، بيكون حلو قوي وطبعا متوفر جدا وكمان رخيص مش غالي، وهبتدي انا اثبته كده من ناحية فوق. ودي بقى هتكون النتيجة بتاعتنا كده لحد دلوقتي. طيب هنسكت على كده؟ لا مش هنسكت خالص، هبتدي انا اجيب جزء تاني وهبتدي انا اثبته كده بالطريقة دي، وبعد كده هبتدي انا اجيب جزء تالت وهثبته كده من ناحية تحت، هتفرق جدا وهتديها شكل حلو قوي. اما من هنا بقى لو انت حبيتي تضيفي الاضافة دي، عايزة اقولك ان هي فعلا هيديها شكل احلى واحلى بكتير. حبيت انا احط كده جزء تاني كده من حبل الخيش، هيكون نتيجته حلوة قوي. وبعد كده نعمل يد بسيطة جدا، بس هعملها هنا كبيرة شوية علشان تديني مساحة حلوة وكمان شكل احلى واحلى. وزي ما احنا شايفين مع بعض هقفل عليه برضو كده من تحت، علشان بقى الدنيا كلها تكون مظبوطة عندنا ومفيش اي حاجة تكون مش مظبوطة. وكده خلاص هثبته، ودي هتكون بقى النتيجة. من النص بقى حبيت ان انا احط كده كذا وردة، هتدينا برضو شكل حلو جدا. وزي ما احنا شايفين مع بعض هنكون عملنا منظم بسيط جدا وكمان شكله لذيذ قوي ومختلف قوي، هنحطه بقى في اي مكان هيكون نتيجته فعلا حلوة قوي وكمان رقيق قوي. ممكن كمان نستخدمه بالطريقة دي برضو، هتكون فكرة بسيطة وحلوة قوي. دي بقى كانت تالت فكرة عندنا النهاردة، حطوا كده لايك جميل لتالت فكرة، ويلا بينا بقى كده ندخل بايدينا اليمين على رابع فكرة. وعايزة اقول لكم بقى ان رابع فكرة دي حلوة جدا، وهحكي لكم بقى حاجة كده وانا بقول لكم طبعا على رابع فكرة معانا. اول حاجة هجيب السلك اللي معايا ده، بيتباع في اي مكان، وبعد كده زي ما احنا شايفين مع بعض هبتدي بس ان انا اطوله شوية لو احتاج ان هو يتطول، وبعد كده هبتدي ان انا اجيب اللزق اللي معايا ده. اللزق بتاعنا بقى هبتدي ان انا اجيبه وهبتدي ان انا اثبته زي ما احنا شايفين مع بعض كده. الفكرة كلها ان انا بس عايزة اجمع الاجزاء بتاعتي بالطريقه دي، علشان طبعا ما تفكش معايا ولا يحصل لها اي حاجه ولا تروح يمين ولا شمال. ممكن تستخدمي على فكره اي لزق، مش لازم خالص اللي معايا بنفس الشكل. ما عنديش اي لزق في البيت يا ستي ما تغلبيش، لو حتى قطعه فوم بسيطه جدا هتنفع قوي. وبعد كده بقى هبتدي ان انا اجيب اي حبل كده خيش، وهبتدي ان انا استخدمه في الفكره بتاعتي، او حتى كمان خيط مكرميه، بس حبل الخيش هيديني نتيجه حلوه جدا. وهبتدي بقى ان انا الفه كده زي ما احنا شايفين بالطريقه دي كده على طبعا السلك اللي معايا. طيب ايه البديل بتاع السلك ده؟ ممكن على فكره نستخدم سلك كهرباء عادي جدا، بس يكون كده ماسك نفسه. وبعد كده هبتدي ان انا اجيب الجزئين دول في بعض وهنثبتهم كده قبال بعض علشان يثبتوا معانا والدنيا كلها تكون مظبوطه. وبعد كده ممكن بقى نضيف الاضافه البسيطه قوي دي، وهبتدي ان انا اثبت كده خيط مكرميه او برضو خيط خيش او اي حاجه تكون لايقه برضو على اللون بتاعنا من ناحيه فوق، يديها شكل حلو. وبعد كده هبتدي ان انا اجيب قطعه كرتون على شكل دايره، وبعد كده هجيب اي بقى قماشه عندي. انا حبيت ان استخدم القماشه دي، هيكون لونها حلو برضو ولايقه جدا عندي. وممكن استخدم اي لون تاني على فكره، لو احمر اخضر اصفر مش مشكله، استخدمي اي حاجه. وهجيب كده القطعة التانية اللي معانا وهثبتها برضو، بس مش دلوقتي، اهم حاجة ان احنا هنقفل الجزئين دول على بعض الاول، وبعد كده هنثبت دول بالشكل ده. كده خلاص عملنا اتنين والدنيا كلها تمام. هاجي بقى هنا وهحط الشمع بتاعي زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده هكون محضرة جزء كده من الحبل بتاعنا كده. وكل بس اللي احنا هنعمله ان احنا هنثبت الجزئين دول في بعض او نثبتهم كده جنب بعض، علشان طبعا بعد كده هقفل الجزء ده بالجزء التاني، وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. وبعد كده حطينا خلاص الشمع بتاعنا، هجيب بقى الجزء التاني وهقفله كده واضغط كويس علشان كل حاجه تثبت كويس جدا. عايزه اقول لكم ان هي دي التعليقه بتاعتنا الاساسيه، يعني الجزء اللي فوق ده هو اللي هنعلق بيه الشكل اللي احنا هنعمله مع بعض.
أنا لمّا عملتها على فكرة أنا علّقتها غلط في الآخر، يعني مش عارفة بصراحة كان عقلي فين ساعتها، فعلّقتها غلط. هو تقريبًا كده كان حد بيكلمني ساعتها، فأنا بصراحة ما انتبهتش خالص إن أنا باعلّقها غلط. وهاورّيكم كده دلوقتي إزاي أنا عملتها. بُصّوا بقى، أنا كان عندي هنا ورد قديم، هابتدي إن أنا أجيبه، وهابتدي بس كده إن أنا أجزّأه أجزاء بسيطة أوي، وبعد كده هاثبّته بقى كده براحتي خالص. دي فروع كده خضرا هتدّينا شكل حلو أوي، أول حاجة بنحطها تحت، وبعد كده باثبّت بقى الوردات الحلوة بتاعتنا بمنتهى السهولة زي ما إحنا شايفين أو هنشوف دلوقتي. حبيت إن أنا أستخدم هنا كده ألوان مبهجة علشان الشكل عندنا يكون حلو، وزي ما إحنا شايفين هابتدي بقى إن أنا أكمّلها كلّها. أي مكان محتاج إن هو يتحط فيه طبعًا الورد باحطه فيه، هي كده هتتعلق، شايفين التعليقة بتاعتها أهيّة، فالمفروض الصح بتاعها إن هي تتعلق من التعليقة، يعني الجزء بتاع الحبل ده يكون تحت مش فوق. حبيت كده إن أنا أزوّد فيها الورد علشان تدّيني شكل حلو، ودي هتكون النتيجة وده هيكون التعليقة الصح بتاعتها، دي بقى النتيجة الغلط والتعليقة الغلط بتاعتها. الفيديو كان بسيط جدًا، حطّوا لايك وهاستنى تعليقاتكم الجميلة.